في فيديو اليوم باش نحكيو على تاريخ اليوتيوب التونسي من أول فيديو لآخر موجة محتواه. صناعة سكتت لسنين، أما اليوم صوتها رجع يتسمع. حاضر روحك يا مشاهد وجيب حاجة تاكلها، خاطر اليوم باش نغوصوا في قلب التاريخ. عسي من رجاكم ست زيد ان شاء الله تبدأ لاباس معكم يشفي جيم بلاي جديد واخيرا. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في شان يوتيوب. ديزولي حبيت نوضح حاجة أنه مسينا شفت يا بس راحت يا حدي هو حتى اشتري تشتري دوبل. 2006 تنجم تقول هي بداية محتوى اليوتيوب التونسي. في الوقت هذاك ما كانش فما محتوى قوي، مجموعات صغيرة يعملوا في فيديوهات عفوية كيما فيديوهات تضحك ولا موسيقى، وما كانش فما العمق الكبير في المحتوى. الثورة التونسية أثرت برشا في اليوتيوب التونسي، وأنا نتصور من غير الثورة التونسية ما كناش نشوفوا اليوتيوب كما هك. قبل الثورة التونسية كنا نشوف فيه محتوى الهدف متاعه إنه يضحك الناس، أما بعد الثورة كل شيء تبدل وبدأ يظهر محتوى من نوع آخر الهدف متاعه توعية العباد وإنهم يطرحوا مشاكل في المجتمع. أما خسارة أغلب القنوات هذه هي قنوات رسمية أو قنوات محلية، وما فما حتى محتوى رسمي من صانع محتوى تونسي. 2014 و2020 اليوتيوب التونسي كان في البرايم متاعو. في الوقت هذاك المحتوى التونسي تحسن ياسر وطلعوا برشا صناع محتوى كيما معكي اللي دخل محتوى الجيمنج بقوة، وانا نعتبره احسن صانع محتوى جيمنج في تونس. يا السلام عليكم يا معاشر الجيمرز، معاكم ماكي كالعادة في فيديو جديد، واليوم فيديو كويك ابديت باش نفسر لكم الناس الكل مكي وين الجيم بلايات، مكي وين اللايف، مكي ما عادش موجود، شنيا نحكي بي. كيكم ديجا لاحظتوا الكاليتي متاع الفيديو. باهي كان فما واحد يسمع فيا اني باش نعاود 6 شهور التالي قمت وما نلقى حتى واحد، ما نلقى حد في الدار، ما نلقى حد في الحومه، بلاد فارغه وما فيها حد، تياسات الكل فارغه، حتى من الطروط اللي ما يفرغ الجمله ما لقيت فيه حتى كرهبه. ما تحكيوا لي حتى حكايه، اللوجيك التونسيه هي لوجيك تيلمون اللوجيك كومين با الناس نقول عليها لوجيك. دونك جا الوقت اللي لازم نحكي عليها، فما حاجه لازم تفسروها لي، ما لازمنيش نكرس. شبيت الناس التونسيه كل ما تحير تجيب لنا شوف لي حل. وتوا نمشيو للفترة الحديثة واللي هي من 2020 وانت مكمل. الفترة هذه اللي طلعوا فيها برشا صناع محتوى كيما الطيف. الاستمرارية في القناة هذه ما طولتش برشا، وبعد آخر فيديو من فارس ماكس اللي كان بلاك اوبس كونجي يرجع بعد عام فيديو جديد ويفسر فيه على وبوغيرة اللي أطلقتها كتائب القسام. الرادارات الإسرائيلية التقط جسم غريب يخترق الأجواء، جسم غير مألوف، طيارة بدون طيار تخرج من غزة المحتلة. ومالك ايش فم يوتيوبر ورابير يتعاركوا بالبونية في وسط الشارع قدام العباد، يدمجوا بعضهم، دنيا كليت بعضها، وحتى من الدولة تتدخل خويا بدون مقدمات وبدون مؤخرات. واللي جابوا محتوى جديد في تونس بمونتاج محترم. صحيح التهبيط عندهم ما كانش الكل، خاطر نعرفوا انه اليوتيوب التونسي ما يشجعش وما يخلص الجملة،